فجأة كده قمت عايزة آكل حاجة حلوة. السلام عليكم الأول ورحمة الله وبركاته. كنت كده مخنوقة وزهقانة وعايزة آكل حاجة حلوة، ففكرت إن أنا أعمل. طبعا الظروف محدش يصدقني في الكويت، الظروف وحشة أقسم بالله. أنا بقالي سنة ما اشتغلتش، ويلا مفيش داعي أحول من مكان لآخر، محتاج مبلغ وقدره. وطبعا بحكم ان انا ما اشتغلتش المبلغ ده مش موجود، ما سافرتش، عندي منع سفر، مش عارفه اسافر لبناتي. الحمد لله الحمد لله، مفيش داعي للكلام. على العموم ده سوق رز. هحاول مثلا احطهم كده، اغسلهم كويس جدا. مع العلم في ناس كتير ما بتغسل الرز، الرز تلاقي نضيف. انا غسلته اهو، حبه مش كتير قوي. هعمل رز اللبن. كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صفيت بعد ما صفيته حاول احطه على النار. نجيب البوتاجاز كده، احطه على النار. ادي مية مغلية. بتقولي لي كتيرة، بدل ما كل شوية احط. حطيت من الكتل المية المغلية. كده على النار لما يطيب قوي. ناوي احضر حاجة كده معينة. الرز على النار ده ما شاء الله ما شاء الله. ده الشركة الكويتية للحليب المجمد. ده بصراحة ممنوع دلوقتي ان هو يروح مصر. صراحة احنا كنا يا اما بنشتريه يا اما حد بيهدينا بيه. ف عمر يا كويت يعني كان بينفعنا في مصر واحنا مسافرين. خلاص ممنوع. اللي يشوف علبة لبن جديد يترحل. على العموم مش مشكلتنا. احنا دلوقتي هناخد في الكويت دلوقتي نعمل بيه اي حاجة. ناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كتير طبعا الحمد لله. فاحنا بنستعمل هنا جميل وكل حاجة. ادي خدت كده. والله هنا في حشرات كتيرة أوي وخصوصا الصراصير. ادي خدت شوية، وهنا حبة ملح بسيطة. وبعدين هحاول اضربهم مية. فكها كده، لازم يتفك في مية باردة مع مية سخنة عشان ما يتلفعش. اللبن البودرة مش هغلي ولا حاجة، هو انا بحطه على الرز والرز بيغلي وبقعد اقلب. بعد كده بحط حبة سكر، حبة الزبدة على حسب. هو اسمه طبق حلو. لما السكر عندي بيهبط بحاول اطلع الطبق من الثلاجة. التي أفضل معاه حبة شبكة دي مطروح. تمام اهو.
كده اقلب. خلي هنا شوية. يلا نضرب. اللي عنده خلاط طبعا ممكن يضربه فيه، انا ما عنديش، يعني الحمد لله انا على قد حالي بشتغل لا اقل شيء. معاكم الرز على النار، حاول كده عشان ما يلزقش كده في قلب المية. اسيبه لما يستوي خالص، اشرب ميته دي كلها، احط له مية كمان. عملت كده لان ممكن يلزق في الارض. الحليب اللي طبعا مجهزاه، المفروض يبقى عندي سكر، انزل كده اشتري شوية، اعمله الاول لحد ما اجيب السكر شوية وهنرجع لكم. تعالوا نشوف هنحط الحليب. طبعا ممكن في ناس بتغليه، في ناس ما بتغلوهوش. ودي زبدة يعني حوالي 350 فلس، أو ممكن تحط الزبدة كده. تمام، ناس بتحط وناس ما بتحطش. حط الزبدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أحطها على الرز. أدي الرز أهو، أنا بقى بعمل كده، بهرسه مع الزبدة كده، ولو في سكر طبعا كل سكر، بس عارفة دي لسه محطش فيها سكر. ممتازة. الرز اهو. تعالوا بقى هناخد الحليب الكويت الجميل البودر ده من غير ما اغلي ولا حاجة، وانا اقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نشا ولا اي شيء. نقلب الرز كده مع الحليب. شفتوا شوية رز صغيرين كانوا مش كتار يعني، عملوا قد ايه. السمنة يغلي طبعا، افضل اقلب 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 لحد ما يجمد. هو كده ان شاء الله يدخل الاخر يغلي، وافضل اقلب شويه كتار. افصل دلوقتي معاكم بعد كده، هوريهولكم بعد ما اعبيه في الاغراض واحطه في التلاجة. وده من حبة رز ما شاء الله عملت قد ايه.
بالهنا والشفا. هاتي بسيط الواحد